احيانا بحتاج ان انا اشتغل على الكالي لينكس والواي فاي سلاكس من اي جهاز كمبيوتر يقابلني، فطبعا زي ما احنا عارفين هعمل بيرن لنسخه واحده بس فيهم وليكن هي الكالي لينكس على الفلاش باستخدام طبعا برنامج الروفوس. طيب والنسخه الثانيه اللي هي عندنا الواي فاي سلاكس هعمل فيها ايه؟ هحتاج طبعا فلاشه ثانيه علشان اعمل لها بيرن عليها، فده طبعا كتير وتكلفه كبيره عليا ان انا ابقى ماشي بفلاشتين، لكن في فيديو النهارده هعرفك ازاي تعمل بوت عليهم هما الاثنين من على فلاشه واحده. فهنستخدم برنامج فينتوي. اولا هنعمل له داونلود، هنيجي كده من جوجل حبيبنا وهنكتب فينتوي داونلود وانتر ونختار اول لينك، هيدخلنا على الموقع الرسمي للبرنامج. هنختار اننا نعمل لها داونلود على الويندوز، هيدخلنا على الجيت هاب. هننزل تحت كده هنلاقي الاسيتس، هنختار النسخة الخاصة بالويندوز اخر اصدار وهي فينتوي ويندوز دوت زد اي بي. هيبتدي يعمل داونلود معايا. بعد ما يخلص هنضغط هنا كده وشو ان فولدر علشان نروح للمكان اللي الملف نزل عليه. دلوقتي هنفك الضغط فرايت كليك واكستراكت. تمام، ودلوقتي خلص. حلو قوي. هنوصل الفلاشه بتاعتنا وبعدين هنيجي هنا كده ونعمل دبل كليك علشان نعمل انستول للبرنامج ده على الفلاشه. تمام، لو لاحظت هنا كده هنلاقيه هنا مختار الفلاشه. تاكد برضو من النقطه دي ان الفلاشه هي اللي اختارها مش اي حاجه تانية علشان ما تعملش فورمات للحاجه التانية دي. هنضغط انستول، هيقول لك اكد لي انك عايز تعمل انستول مش ابجريد بانك تكتب يس. هي يا سيدي ماشي يس وبعدين اوكي. هنا بيقول لك هنعمل فورمات وديليت لكل الداتا اللي على الفلاشه، هنقول له برضو يس. دوس يا معلم وكمان تاكيد فهنقول له يس. فهيبدا يعمل انستول للبرنامج على الفلاشه وتمام خلص. فهضغط اوكي. نقدر دلوقتي نعمل دراج ودروب لاي نسخه احنا عايزينها على الفلاشه بدون اي تسطيب، زي وليكن عندنا هنا الكالي لينكس والواي فاي سلاكس. ممكن برضو تحط اي حاجه تانية معاهم، ممكن تحط ويندوز، ممكن تحط نسخه اندرويد، اي حاجه انت عايزها بدون اي تسطيب. زي ما قلنا كل الحاجات دي هتفتح معاك زي ما هنشوف كمان شويه كانك ممكن تعمل عليها بوت، فدي حاجه سهله جدا. البرنامج ده موفر لنا حاجه زي كده انك تقدر تحط كل النسخ اللي انت عايزها على الفلاشه بتاعتك وتقدر تعمل عليهم بوت من اي مكان او من اي جهاز. طيب تعالى كده نجرب الكالي لينكس والواي فاي سلاكس. فهنروح على مكانهم ونعمل لهم كوبي ونروح على الفلاشه اللي بقى اسمها دلوقتي عندنا فينتوي زي اسم البرنامج ونعمل بيست. بس كده دلوقتي تقدر تعمل ريستارت للجهاز وتفتح قائمه البوت. عندي هنا طبعا ديل فهضغط F12 عشان تفتح لي قائمه البوت وتعمل بوت من على الفلاشه. دلوقتي اخترت الفلاشه بتاعتي. هتظهر لك الصفحه دي فيها كل النسخ او نظم التشغيل اللي انت حطيتها او ضفتها للفلاشه. تقدر تعمل بوت طبعا من على اي نسخه فيهم وليكن الكالي لينكس هنختارها وبعدين اول اوبشن نورمال مود. ممكن الخطوه دي ما تظهرش على فكره بتاعت النورمال مود دي، فعادي جدا لو ما ظهرتش معاك. بعدين هنختار اللايف سيستم او الاختيار واستنى شويه كده على ما النسخه تفتح، وهتدخلني طبعا على نسخه الكالي لينكس بعد ما تشتغل بكل تفاصيلها وكل التولز اللي انا اقدر اشتغل عليها. ونقدر طبعا نستخدم الواي فاي ادابتر الخاص باللابتوب دايركت لان النسخه دلوقتي شغاله على اللابتوب بتاعنا دايركت. حلو قوي. طيب لو عايزين نشتغل او عايزين نستخدم الواي فاي سلاكس هنعمل ريستارت من هنا كده وندخل تاني على الفلاش. هنضغط F12 وبعد كده ننزل نختار الفلاش ونختار الواي فاي سلاكس ونورمال مود وبعدين نغير اللغه بتاعتنا من هنا كده وبعدين نختار اخر حاجه وهي اليو اس امريكان اللغه الانجليزيه واول اختيار اللي هو الواي فاي سلاكس لايف. وهنستنى شويه كده وهتشتغل معانا نسخه الواي فاي سلاكس بكل مميزاتها وكل الادوات الخاصه بعمل بنتريشن تيستنج لشبكات الواي فاي. فدلوقتي احنا عرفنا ازاي نقدر نستخدم برنامج فينتوي علشان نقدر نعمل بوت من على اكتر من نظام تشغيل باستخدام فلاشه واحده من على اي جهاز كمبيوتر طبعا يقابلنا. فلو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد من تركات الهاكرز والتركات اللي احنا بنشرحها هنا في القناه كل يوم. واشوفك الفيديو الجاي. سلام.